حركة وطنية واحدة. لم يرضى الناس رددوا. لن نعترف لن نعترف لن نعترف لن نعترف لن نعترف لن نعترف بالحلول. لن نعترف بالحلول. معقول يا جماعة اللي اتحرقوا علينا يوم 10 فبراير علشان نقدر فيهم وقلنا لهم انت وهو اطلع بره. انت وهو اطلع بره. انت وهو اطلع بره. انت وهو اطلع بره. فاكرين يوم 10 فبراير؟ فاكرين يوم 18 مارس لما جابوا لنا احمد شفيق وقلنا لهم ولا حسني ولا اعوانه ولا حسني ولا اعوانه ولا شفيق ولا سليمانه ولا شفيق ولا سليمانه ولا حسني ولا اعوانه ولا حسني ولا اعوانه ولا شفيق ولا سليمانه ولا شفيق ولا سليمانه. اطلع بره اطلع بره اطلع بره اطلع بره. انت وهم اطلعوا بره. انت وهم اطلع بره. اطلع بره اطلع بره. اطلع بره اطلع بره. انت وهم اطلعوا بره. انت وهم اطلعوا بره. اخبرنا رجال مخابرات حسني مبارك اخبرهم عن المشهد طوال ال 14 شهر اللي فاتوا. اخبرنا عمر سليمان ورجاله بيكملوا شغل المختبرات وعندنا اشتغلوا معانا طوال ال 14 شهر. عمر سليمان اختفى من المشهد ورجاله واشتغلوا لنا هم دول بأعينهم بأشخاصهم وأسمائهم. هم له اختفوا الطرف الثالث وهم اللي أصابوا كل أزمات الوطن طوال الشهور الماضية علشان يبقى عمر سليمان في اللحظة الأخيرة ويقدم نفسه على إنه يخلص المنقذ لهذا الوطن من هذه الأزمات. الأزمات الأمنية، الأزمات الاقتصادية، الازمات الفئوية اللي وراها مخابرات حسني مبارك وعلى رأسها عمر سليمان. سيد
واللي استطاع ان ينجح في الوقيعة بين السواق علشان في اخر لحظة يطلع لنا برجاله. نريد تاني رجال هم اسوأ من حسني مبارك، لان الحرب على لبنان سنة 2006 والحرب على غزة سنة 2008 2009 كانوا كمان فيها من قبل ما يطلع من حسني مبارك. وقوتنا وانفسنا فارنا في الظالمين عجائب قدرتك وخذ الفنون ولا تبقي منهم احدا. خذ الفنون ولا تبقي منهم احدا. بشكل واضح اللهم ردنا الى دينك. احنا محتاجين نوحد صفوفنا الوطنية اسلامية وليبرالية ويسارية وقومية حركة وطنية واحدة. 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 اكثر الناس لا يعلمون الحزبية والإسرائيلية. احنا عندنا مشروع وطني على سيدنا محمد. سيرنا ونفذ كلمة السر بتاعتنا. ارحم 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 ارحم. حسن مبارك تساوي المجلس العسكري، تساوي عمر سليمان، تساوي احمد شفيق، تساوي علي بن موسى. الكل سوا. ارحم ارحم ارحم. مدنية ابراهيم لما كانوا بيبوسوا رجلهم علشان تقولوا بعمر سليمان قلت له ارحم. مدنية مش عايزينها عسكرية. العسكرية في الدستور. ده خاص العسكر في الدستور. والعسكرية في الحكومة مش هنقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة اعلام ولا وزير. قيل لنا المبشرات يا رسول الله. قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل مدنية أن من بيننا. هذا المشهد مشهد رهيب للشيخ عز المسلمين ويقول لكل رجال ابو اسماعيل